وسلام على المرسلين. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا سلمتم علي سلموا على المرسلين، لأن أنا واحد من المرسلين. شايف الروح الغيرية هاي؟ النبي صلى الله عليه وآله يعلمنا الانفتاح، يخلي آفاقنا واسعة. يقول حتى هذا إذا كان من دين يتمسك بنبي غير نبيك، مع ذلك طيب قلبه بأن تذكر نبيه بالخير. إذا ذكرت عيسى عليه السلام أو ذكرت موسى عليه السلام سلم عليهم واذكرهم بخير، حتى هذا السامع اللي يعتنق ملة عيسى أو ملة موسى يقدرك، يقول والله هذا يكرم رسالات السماء. هسه احنا دين واحد ونبي واحد، مو شكل. يا ريت بعضنا يكرم البعض الآخر، يا ريت بعضنا يحترم البعض الآخر، يحمل له مودة، يحمل له تقدير، يحمل له تكريم. تقول له يا أخي أنت جدولك وجدول المسلم الآخر منين نصبا فيها البحيرة، وأنت تأخذ منها الطريق، منها المصدر. فإنما المؤمنون إخوة، الكعبة تناديك وتشدك إلى الصلاة إليها، وصوت بلال يصيح أشهد أن لا إله إلا الله يشدك إليه. أنت تعبد ربا واحد، بنفس الوقت أنت مصادرك القرآن والسنة. طيب ليش أنت تختلف مع أخيك المسلم؟ اختلاف يؤدي الآن ذكرت لك أمس أكو اختلاف علمي ما بيبأس، لكن اختلاف يستدعيه الشيطان هذا الذي نأباه، هذا الذي ننادي بالخلاص منه. زين. وسلام على المرسلين، يعني أمرهم بهالغيرية، لأنه أنت إذا صار البناء الخير يعم الجميع أنت راح تشعر بالخير. مو يقول أبو العلاء المعري ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا. لو يحطوني بالجنة لكن وحدي ما أريدها، أنا وحدي شو اللي بيها؟ أريد أشوف الناس وياي، الناس بخير أنا بخير وياهم. ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليش تنتظم البلاد. المطر يقول إذا ما يعم الناس ما أريد أنا إلي وحدي، مو بس أنا عندي أرض وأدي أشرب ماي، الناس عندهم أرض ودون يشربون ماي، خل يصير عندي روح عامة. ولذلك النبي يقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، أخلاق الله الرحمة، فليرحم بعضكم بعضا.